السلام عليكم الإخوة، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ تحياتي ليكم. اليوم نعاود واحد القصة من ديك قصص العصابات. القصة نعاودوها على واحد حرب العصابات اللي كاين حاليا في السويد، اللي فيه واحد 3 زعماء من أخطر زعماء العصابات. كاين مجيد، كاين إسماعيل، كاين ملقب باليوناني. هاد 3 عندهم واحد الحرب اللي مشاو فيه 60 ضحية فهاد حرب العصابات. الثلاثة الزعماء اللي عندهم واحد العلاقة كبيرة مع عصابة مافيا، هما اللي كيبيعو لهم هاد الكوكايين في هولندا وكيهربوها للسويد وكيعاودو ليها البيع في النواحي السويد. هادو كانو 3 الأصدقاء. نهار اللي شافو الفلوس أو دخلو عليهم فلوس كبيرة، كل واحد باغي يكون عصابة ديالو. داكشي اللي غيوقع، كل واحد كون عصابة ديالو من أخطر عصابة في السويد، وبداو كيقتلو بعض ديالهم شكون اللي غيتسيطر على التجارة الكوكايين. باش نفهمو واحد مجموعة د الناس على هاد حرب العصابات، هادو مكانوش من أكبر بارونات أو المهربين الكوكايين من كولومبيا للسويد. هادو كانو من الناس اللي مسيطرين في وسط السويد على تجارة الكوكايين. عندهم الكليانات ديالهم كيجيو كيبيعو عليهم، وعندهم الناس اللي تابعين ليهم كيعاودو يبيعو وكيجيبو الفلوس. هادو مكلفين غير بهولندا، كيهربوها وكاين اللي كيشريوها كيدخلوها وكيعطيوها للناس اللي تابعين ليهم في العصابات كيعاودو. وقع ليهم واحد الصراع اللي تقتلو فيه 60 شخص. 60 شخص ما ساهلاش، وماشي في 6 شهور أو في عام. مشات من 2012 حتى لدابا اللي توفاو فيها 60 واحد. هاد 3 الزعماء هادو اللي كانوا من الناس اللي كيستقطبوا القتلة المأجورين اللي من العمر ديالهم 14 15 16 17 18، اللي كينفدوا ليهم الجرائم د القتل في السويد. وهاد 3 الزعماء العصابات اللي كاينين في السويد استفدت منهم عصابة مافيا في الحرب ديالها في ماربيا، اللي كانوا كيجيو القتلة مأجورين من هاد 3 الزعماء اللي كانوا عندهم علاقة معاهم وكيبيعو لهم كوكايين في هولندا، كانوا كيصفيو ليهم الناس في ماربيا. نفهمو واحد مجموعة على هاد الحرب اللي نشأوه هاد 3 زعماء العصابات في السويد. بحال أنا كنت في ميركسم غابة كبيرة كنت مسيطر عليها. ماشي نقول لكم أنا كنت فرعون، لا. علاش في أونفيرس عندهم واحد السيستيم اللي ما شفتوش أنا فشي بلاد، متخصصة في التجارة الكوكايين. في أونفيرس فيها الناس، علاش دايما كنقولكم فيها الناس بشكل في أونفيرس صراحة. أنا خدام في ميركسم، كاينين الناس اللي كانوا كيطيروا في أونفيرس، إلا بغاو يحيدوني من ميركسم يحيدوني باش ما بغيتي. أنا تقتل باش ما بغيتي، ولكن السيستيم اللي عند هاد الناس هادو ما كاينش بشي بلاد في أوروبا خصيصة في تجارة الكوكايين. أنا مسيطر على ميركسم. ما يقدرش شي واحد يجي لعندي من هوبوكن باش ما تزايدش عليا شي واحد، ماشي أنا اللي غنحرقها، وراه دايما كيتشبرو الدراري. هوبوكن تا هي معروفة في التجارة الكوكايين. ما يقدرش شي واحد يجي لعندي من هوبوكن يتسيطر على تجارة الكوكايين ميركسم، مستحيل. غنخرج معايا أنا، قتلني ولا نقتلو. وانا كذلك ما نقدرش نطلع من ميركسم لهوبوكن باش نسيطر على شي. هادي هي اللي مزيانة في تجارة الكوكايين في أونفيرس. كل واحد كيعرف الشرطة ديالو، كل واحد كيتعداش على ياخر، عارف راسو إلا تعدا غينوض مع ياخر، واحد يمشي للقبر واحد يمشي للسجن حتى شي واحد ما يربح. في السويد لا، من هاد 3 الزعماء ما كاين غير قرطاس. واحد المرة اللي غنخرج من واحد البار في النواحي غاندرسترات اللي معروف
وجبدتو في القصص ديالي بار يحيى. ديك المرة جلست فيه أنا وصرا نشعل التليفون، بانلي بحال شي جوج الليل. علاش أنا كان مع 9 الليل كنطفي التليفون وخا يصوني اللي يصوني. ديك المرة قصرا نشعلو 2:11 الليل، لقيت الناس كيسردو ميساجات قدام التليفون مارش. قلت والله حتى نبيع وخا بالليل ماشي مشكل، وبلا ما نعاود حتى الميركسن نطلعو من هندرسترات. بقيت في بار ديالي، السلعة كانت عندي. فاش مرة كانوا كيخرجوا عندي واحد مجموعة د الناس حتى في بار ديال يحيى اللي أول مرة نجبدها كنت كنبيع. ولكن ديكشي بالعقل، ماشي الناس بشكل عاوتاني ديك تواركة كانوا عندهم البيرة الجهة الفوقانية، كانوا كيجيو لعندي كيديو واحد البركة 20 30 40 50، هما عاوتاني كيعاودو ليا كيعاودو في البار ديالهم. وما تعملهاش فيهم بانهم هادو كيشريو، ولا ملي كيجي كيصوني ولا كنخرج لعندو ولا كيدخل عندي حتى البر وكيجلس كيشرب شي حاجه بحال الا ما يجي يشوفني كنبكلو تحت الطاوله كنجبر الفلوس ديالي كيمشي معاه. وما كيكونوا عندهم الناس عاوتاني في البيران، هادو عندهم بيران الشارع تواركه الجهه الفوقانيه كيبيعو تما. شعل التليفون لقيت الناس كيصونيو عليا، الله يرحم والديك عافاك، قلتلو ما كنبيعش. قال جي ما تجي. خرجت، ولاني ما خرجت من البار عملت قابل أود في ديك الشارع ديري اللي كيصفي ديك كوميسارية. كوميسارية هنايا قواد الشباب هنايا لاصقة لعندها. وصلت لباب الكوميسارية لقيت ديك الناس طالعين اللي مشيت نسربيهم. عملت قاب ولاني الراس في الأرض، العينين طالعين، اش كنشوف شني داير. ولكن هاديك كوميسارية دابا هي الناس حصلت آخرين طالعين اللي غنبيع ليهم. ما عنديش الفرصة كيفاش نقولهم استناوني تما باش نهضر بالجهد في الشارع، لا. الناس ناعسين، كاين الناس اللي كيبيعو في الشارع د هندرستري كيكونوا في السراج ما كينعسوشين. كنت عندهم معروف عند واحد مجموعة د الناس. كوميسارية هنا كاميرا فوق راسي. المهم تكيت على داك الحيط الكوميسارية، مكنت ليهم بعت ليهم، مشاو بحالهم وانا مشيت بحالي. غدا في الصباح نوض نفطر في واحد القهوة مسمية هافانا. راه أول مرة تما ملي دخلنا في هاد القصة الحرب العصابات في السوق باش نقرب ليكم تفهمو كيفاش كيوقع هاد الحرب. في الصباح نوض فطرت قهوة د هافانا عودت في حالي. سميتكم تا قهوة باش واحد مجموعة د الناس يفهمو بأن كنهضرو قصص العصابات نيشان مكاينش الزيكزاك. في الصباح شافوني الناس من السراج ما كينعسوش. كوميسارية كاميرا ما شافونيش. واخا شافوني في الكاميرا مثلا يرجعوا الكاميرا في الساعة بلا فلاني كان واحد، ولكن الوجه ما كاينش، كاين غير قب. وانا ضربت الحساب لديك الكاميرا. الا لا رجعوها من جهة بار د يحيى خصهم لداخل، علاش انا غير خرجت ملي كندخل للبار كنعمل قاب، ملي كنخرج كنعمل قاب. واخا مثلا وقع ما وقع، شكون ملقب فتش على ملقب. الوجه دايما كيكون في الارض، ولا العينين كطلعهم. نتوما عارفين ديك السيستيم خصيصات تجارة كوكايين فهم وبالليل داخل بحال خفاش خارج بحال خفاش، ما كيشوفك حتى شي واحد الا ربي العالمين. انت راك في الطريق عارف شني وقع. في الصباح مشيت فطرت هو توقفني واحد السيد كنت كنعرفو انا كيبيع في هندرسترات وساكن. قال لي محمد بالليل شتك بعتي هنايا، وهاد الموضع هذا ديالنا مدة 30 عام كنبيعو فيه، جيتي نتا بعتي فيه. قلتلو انا ما بعتش هنايا وما اديت حتى شي واحد هنايا. قلتلو ديك الكليانات ديالي انا اللي طلعتهم كنسربي ليهم في ميركسن، جبتهم هنايا كنت جالس في البار ديالي. قال لي واخا هيداك ما تعاودهاش اخي محمد، هذا السيكتور ديالنا لمدة 30 عام والا فوق انت.
تقولو لا، تقولو هندر السرط ماشي ديالك، غيخليك يقولك الله يعاون بسلامة. غدا غيسرد لك الناس يقتلوك في شي جهة. مدة 30 عام كيبيع في هاد الشارع، كيبقى لهدا لهدا، ومتقدرش انت تبيع فيه. انا غير بعت فيه كليانات ديالي انا اللي جبتهم، وخرج معايا في الصباح كوميسارية ما دا وما جاو. هاد الشخص شافني وعرفني. لو كان ما كيعرفونيش كنجلس في نواحي هندر السرات وكاينين الناس كنعرفوهم وهذا كيبيع لهذا وعندهم واحد العلاقة مع الناس اللي كنت كنشري عليهم حتى انا، ما يجيش لعندي يقول لي هاد الهضرة، يخليني حتى يودو عندي الميركسي يصفيوك يرميو في ديك الواد، ماشي يفتش على شكون اللي قتلك. هاد الحرب العصابات في السويد على هاد الطريقة اللي عاودت لكم على اللي عشتو انا في بلجيكا. ولكن هادو ماشي بحال الناس اللي كاينين في أمبيرس أو التجار الكوكايين. راه دابا هذا اللي قلت لكم أنا مدة 30 عام كيبيع في هندر سترات، راه هادو ملي كتسمع الشارع مسيطر عليه، ماشي مسيطر عليه بكلاشينكوف، مسيطر عليه بتجارة كوكايين. ولكن اللي جيتي انت تفهم ولا تبيع له تما غيخرج معاك، غيعطيلك الإنذار الأول بحال اللي عمل لي أنا والكليانات ديالي. لحقاش مثلا إلا تجبرتي أنا تما، شوف كيفاش كيفكروا باش نعمقوا شي حاجه في الطريقه تجاره الكوكايين. مثلا انا الكليانات ديالي جاو لعندي سربيت ليهم في هندر السرات، وما اديتش الكليانات ديالهم وما عندي حتى علاقه بهم، وما كيخافوا على حتى موطا، كيخليو الموطا ديالهم منقي. ما تقدرش انت تجي تشوف. مثلا أنا اليوم بعت انايا لقيت الدنيا مزيانه، ما كاين لا هادي ولا هادي، غدا نجيبهم انايا، غدا غنشبرتهم، وغدا السلطات البلجيكيه شنو غتبقى تراقب ديك الشارع نقلت لقد. انت خرجتي على ديك الشخص لمدة 30 عام كيعدل أضموطة، جيتي انت في رمشة عين دي يعطيلو كلشي باش كيخرجو معاك. في السويد لا، السويد كاينين ناس اللي باغيين يتسيطروا بأي ثمن. مثلا بحال ملقب اليوناني مجيد اسماعيل، هادو قرطاس، هادو ما كيهضرش معاك. مثلا انت جيتي بعتيلو في السكه ديالو ولا الكليانات ديالو كيسرد لك الناس. قرطاس كنقولكم 60 واحد اللي تقتل، اسماعيل تشبر في تركيا، مجيد تشبر تاهو. ملقب باليوناني راه هو ضراب في السويد. كنقولكم 60 جريمة القتل. 60 جريمة القتل ما سهلاش، يسيسها على حرب هاد 3 الزعماء العصابات في السويد. وعلاه السبب على هذا، ماشي كيهربوا أطنان كولومبيا وكيدخلوها للسويد، على حسب اللي عاودت لكم يعني. ممنوع انت تبيع، صافي وصلوا لواحد النيفو ممنوع، خصني نحي ديك من الطريق، خصني نبقى انا في السويد هو اللي كيسربي كوكايين. اليوناني نضت عليه واحد الزجة كبيرة في السويد، عيات السلطات السويدية كتفتش عليه، وجبداتو في المكسيك كان متخبع مع واحد مجموعة العصابات اللي كاينين في المكسيك، اللي كانوا كيفتشوا ولا باغيين يعملوا الطريق جديدة باش يهربوا كوكايين للسويد. السلطات السويدية زيرت أو عملت واحد الاتفاق مع السلطات المكسيكية باش هاد الشخص هذا غيتشبر قبل ما يوصل، ولا توقف معاه عصابة أو كارتيلات اللي كاينين في السويد يفتحولو آفاق أو طريق كبيرة باش يدخل كوكايين للسويد. إلا وصل حتى لهاد الدرجة غيصعب حتى على السلطات باش يوصلولو، لحقاش صافي يوصل لواحد النيفو الزعماء العصابات كبارين يتخبع غيوصل لواحد مدة طويلة عاد غتوصل لعندو السلطات السويدية. بحال باقي صغير اللي
مسيطر غير في وسط السويد. دغيا عندها تشبرو كتدفع الجرائم اللي نفذوهم في السويد السلطات المكسيكية، دغيا غتشبرو. باقي موصلش، باقي كان كيفتش مع الكارتيلات اللي كاينين في السويد باش يفتحولو طريق كبيرة باش يبقى حتى هو يهرب، لحقاش العصابة ديالو حاليا في السويد فيها غير القتلة المأجورين غير من السن 17 16 18. راه ما تفهم والو ملي كيقولكم هاد العمر هذا الإخوان راه ما يتيقش. وخصيصا عصابة رضوان الطغي كانت كتستافد من هاد القتلة المأجورين اللي كاينين في هاد العصابات في السويد. وانتم عارفين الناس اللي طاحوا من القتلة المأجورين في ماربية. حقاش مثلا هذا عنده 17 عام يجلس معاك في قهوة ما دي ما تجيبد، تقول هذا يقتل هذا، ما تنواش بأن سردو العصابة. باقي العيل صغير باقي كيلعب، دا كيجبد فردي كيتري عليك كيخليك تما. باش خطيرين هاد العصابات اللي كاينين في السويد. السلطات المكسية شبرات الملقب باليوناني في السويد، وحاليا غتسلمو السلطات السويدية باش توحكم على الجرائم اللي نفذوهم في حرب العصابات ما بين اسماعيل ومجيد، وعلى 60 جريمة القتل اللي مشروكة على 3 زعماء العصابات. باش تعرفو النهاية ديال النوع زعماء العصابات. راه ملي كتفكر كتلقى هاد الطريق هادي خصيصا الناس اللي فيها هما اللي كيديروها. انا عشت في اونفيرس، انا ما عنديش العقليه ديالو، وحتى اللي شفت انا في اونفيرس راه ماشي هادشي اللي كنشوف حاليا. في اونفيرس ما فيهاش الناس بحال هيدا. علاش ديك المدينه هادي فيها الناس الله عمرها سلعه وعزيزه حتى عليا انا، لحقاش عشت فيها شي ايامات اللي شفت فيها العجائب والغرائب، ولكن ماشي حتى لهاد الدرجة ولا على حسب هاد النوع التجارات. أنا بعت في هاندرسترات عاودت ليكم مدة 30 عام مسيطر عليه الشخص. جا لعندي يهضر معايا بلا عقل، ما جبد عندي لا كلاشينكوف، ما هددني ما قال لي والو، قال لي مدة محمد 30 عام كنبيع هنايا، واخا الكليانات ديالك جبتيهم هنايا ممنوع اخاي محمد. قلتلو هو هداك ماشي مشكل، قلتلو حتى انا راه ما عمري فتحت التليفون بلي غي جاتلي ديكشي تسمى ديك الطاكي التجارة. قلت راه نشعل التليفون مشيت سرق. قال لي المهم انا غير على متبوس، قال لي انا هضرت معاك، لحقاش تا هو عنده الناس اللي عساسين على هاد السيكتور هذا. انا كنقول لك كوميسارية كامل ما شافونيش، الناس شافوني مصراي، شكون اللي شافني الله ما كنعرفوش هي اللي شافني. وفي ميركسن وقع لي مشكل، خرجت عندنا بديك الشي بلا شعور، لحقاش علاش كتشوف ديك الموطع كتدخل منه الفلوس، ولكن كتهضر مع الناس والناس كيفهموها اوتوماتيك بلا ما تهز عنده لا كلاشينكوف لا والو. علاش الناس مسالمين وخطيرين في نفس الوقت الا بغيتي تفهم شي حاجه. الناس عوالين عندهم ورقه وستيلو، يلعبوا معاك بالورقه والستيلو. صافي الله يرحم والديك سمح لنا مشيتي بحالك، غدا غتلقى الناس عاودو الميركسي قتلوك، شكون اللي قتلك الله اعلم. ولا انا عاوتاني حتى انا ملي نكون في ديك الطريق حتى كتولي واحد ياخر بلا بنادم ما يبقى يهرب. فلوس فلوس نتا بالعافيه، الا ما كليتي غياكلك، واختار وحده من الجوج. هذيك الطريق هي هيداك، ولكن في الاول كاين مفاهمه ماشي اجري وقتل عباد الله. لا علاش كنقول لكم مونفيغس الناس فاش كان فيها ملي كتهضر معاه كيفهم اوتوماتيك ما كيتفرعنش. علاش عارف راسو الا تفرعن غيجي في الارض، اللهم يحني الراس ديالو ويمشي بحالو. حتى انت ملي كتوقع في شي مشكل عاوتاني كتحني الراس ديالك كتمشي بحالك، عارف بان عملت الخطا. مكيتعاندش مع الناس، الا تعاندتي راه غتقتل وما يخسروا عليك والو. انا بنادم راه جبدنا سمير اللي تقتل في هولندا، وهذا كنعرفو انا ماشي زعما ما كنعرفوش. انا شريت الهيروين، ديما كيجبدو في القصص ديالي.
باش ملي كنجبدو عندنا الهروب العصابات ضروري كنجبدو حتى هنا شي حوايج باش نفهمو واحد المجموعة د الناس بأن الطريق هادي خصو شي بنادم يتبعها أو يدخل فيها. إلا دخلتي فيها خصك تعرف القوانين ديالك، ماشي عاد تدخل الراس وخصك غير الفلوس، ملي كتبغي الفلوس غتقتل. شريت الهيروين، شريت عليه واحد المرة، شريتشي ديك الشي أنا، بديت سربيتو، اللي باغي 200 غرام، اللي باغي 150، اللي باغي، المهم فرقت ديك الشي. وجاولي التليفونات في الصباح: اشني عملتي لنا جواد، واش سرقتي لنا، حنايا ما كنعرفوكش هايدا، داكشي ماشي هو هداك، ترجع لنا الفلوس ديالنا ولا ما نتفاهموش. ما فهمت والو، ما عرفتش من كلي الضربة يعني. واحد الكمية ديال الفلوس خرجتها وجمعتها، في الآخر الناس كيهدوني في التليفونات. قلت لهم رجعو ديك الشي، مبغيتش ندفع لهم التليفون نقولو لي عندو شي حاجة يعملها، لا، رجعو ديك الشي، رجعولي، رجعت ليهم فلوس. ملي ديت ديك الشي للدار فتحتو لقيت ديك الشي ماشي هو هداك، عندهم الحق. صونيت عليا خويا، قلتلو ديك الشي اللي بعتيلي ماشي هو هداك، الهيروين فيه واحد الماركة عطاني بحال كيف الزبوب بالما، باش نفهمو واحد المجموعة كيعطي ديك بريوم، باش تفهمو راه كاين الهيروين من الهيروين. علاش هو كيخلطو في الدار مكيعرفش كيفاش يخلط. الهيروين كاين بروفيسيونال اللي كيخلطو كيخرجوه، هو كاين الناس اللي كيخلطو كيبقاو يضربو كيتسمى ملي كتمشي نتا غي يتشري ديك كيعطيلك ديك برية، عندو باش كيضربو بالما، باش كاين نتا ملي كيفتح لك على كيلو كتشوف ديك بريو، ديك الشي هو هداك، ماشي نتا ما كتكميش باش غتعمل التيست ديالك. الهيروين خطر، المهم ملي كتشوفو إلا قال ديك بريو وكدا، المهم أنا ما عمقتش فيه، ديتو خلصتو مشيت بحالي، علاش أنا دخلت لعندو للدار ما عندو فين غير. وديك الأيامات كان ساوي الكيلو، كل واحد شحال باش كيبيعو، كاين الناس اللي كيبيعو 18 16 17 15 مليون كيلو. ديتو المهم قسمتو فرقت، جمعت الفلوس، رجعولي ملي فتحتو عملتلو التيست لقيت داكشي ماشي هو داك، رجع بحال الطرا، الهيروين ماشي بحال الطرا. مشيت قلتلو هاد الأمانة ديالك نتا ماشي داكشي اللي اتفقنا عليه، راه عملتي مشكل مع الكليان خصك ترجع ليه فلوس. قالي ما كنرجعش السلعة يعني. قلتلو شوفو كان، قالي ما كنرجعش السلعة، عندك شي حاجة تعملها اعملها. قلتلو الله يعاون. سمير المهم تعرفت عليه من طرف واحد الشخص، صونيت عليه، قلتلو سمير هاللي كاين هادي كاين، قلتلو فلان وفلان وفلان الشارع فلان وفلان، قال لي كنعرفو هداك راه عملها بزاف الناس، وسمير هذا كان كيلعب مع دراري اللي كاينين في موكروما فيها غير 600 ممارسة، كان كيخرج معاهم ويتقتل على واحد الكمية د 50 كيلو د كوكايين إلا عقلت عليها في نواحي هولندا، وما سرقهاش سمير وقعلو مشكل وصل، ما سرقش، الناس لاصقين بسمير خصهم 50 كيلو ديالهم د الكوكايين، ما كيعرفو لا هادي ولا هادي، كيعرفو سمير. خرج من السجن هود لهولندا تبعو، خرج من ديك البارتما قرصو في الباب، باش تعرفو طريق الكوكايين كيفاش عامل ولا طريق العصابة. صافي مشى معايا سمير، دخلنا لديك الدار، شاف سمير دفافة، أنا ماشي زعما قاس عليا، باش نهضرو الواقع، قالش أنا مبغيتش تسمى نعمل العيب، خصني المفاهمة أحسن. دخلتي على بنادم ما تعرف فين غتخرج، اللهم إلا لقينا السلاك حسن، إلا ما كاينش السلاك ديك الساعة بنادم يضربها معاهم في 16 عام، سير واحد ماشي زعما غير كنهضرو في واحد الدار، هادي غير كريناها باغي يفهم علينا، المهم خلينا تما. عاود القصة ديال الواقع، ملي شاف سمير دفافة قالو رجعلو الفلوس ديالو، علاش سمير عارفو، سمير ماشي بحالي أنا يجي يهضر معاك، سمير إلا قلتيلو مشي بحالك سمير ما نعطيلك والو، سمير يمشي بحالو، حني الراس ديالو يمشي بحالو، يصرف جوج الميساج، متفوتش عليك ساعة ونص، يكونو معاك الناس في ديك البارت ومكروف ومعدل وسانك على كرسي ومسكوتش، ديك الساعة غيدي السلعة ويدي شي حاجة كتر من ديك اللي عندك انت، اللي جمعتي انت في حياتك كاملة غيديها لك.
مشى لسمير قال لي اسمح لي انا ما عارفش راه وقع الغلط، بدا كيرجع الغلط، رجع لي الفلوس ديالي، مشيت ديك السلعة عطاها لي سمير، قال لي هذاك يشفر. انا ما عرفتش ديك الايامات كانت الهيروين مقطوعة، هو كيفاش كان دبرها وكيخلط كيجيب كيلو، واقيلا كيضربو في 10 كيلو هذا. مي انا مي عملت ليها التيست في الاخر بالاسبوع لقيت غير ضرب، علاش تبتني غير بديك بريول الاولانية وسا. باش انا ملي فتحت عليه ما عملتش التيست ديالي، وكانت بقات مزيرة. وانا اللي مي داوها الناس ضربات واحد اليومين، رجع داكشي بحال الغيس. ومن حقه، وراه دا 100 غرام، دا 200، دا 300، دا 400، دا 500. كان واحد الشخص كيجي لعندي كيدي نص كيلو، نص كيلو ماشي غير تحشيالو، ماشي تحشيالو. ودايما هذا كل 3 أيام 4 أيام كيجي، هادو فلوس كاري ماشي لا انت تحشيالو. انت ضيعتي مثلا هذاك. دابا شتي فين دخلنا في عالم العصابات، تجارة الكوكايين، هذا ما تقدرش تديو. هذاك راه مع كاغيط كل سيمانة ولا 3 أيام 4 أيام 5 أيام كيجي، ولا كيدي نص كيلو. هذا نص، هذا 200، هذا 300، هذا 400. رانا ما يعرولو العقل عاد دخلو في السكة ديالو، الله يحفظ يصفيكنيش. هاد 3 زعماء العصابات الإخوان، النهاية ديالهم في السجن ب3 بيهم. شكون اللي ضحية؟ الناس اللي كانوا كيمشيو هاد العصابة في وسط السوق. علاش ديما أنا ونعاودها لكم ونبقى نعاودها لكم بأن هاد الناس هادو مخصكمشي نتوما ناس، كاين واحد مجموعة الناس اللي داخلين في هاد العالم العصابات، لا في السويد ولا في بلجيكا ولا في هولندا. خصكمشي تغرو من طرف هاد الناس هادو. هادو ملي كيسالونكم المهمة ديالكم كيرميو. شحال من شاب اللي تقتل، 60 جريمة قتل اللي وقعت في سنة على هاد الحرب العصابات في السوق. مساهلاش 60 شخص، 60 شخص راه مساهلاش كيجمعها غير الفم. وباش غيتقتلو خصيصا على هاد الحرب اللي نوضوه هاد 3 الزعماء. وعلى التجارة بحال اللي كنعاود لكم دابا، اللي عشتو أنا في بلجيكا. أنا مثلا أنا مع ديك الشخص اللي باع لي ديك الهيروين، وانا ندخل عندي ديريكت في قرطاس، لا غنشوف السلاك من جهة أخرى، راه كنعرفو ديك الشي، وانت راك في الطريق. وعملتها الناس، غتجيب لي السلعة دابا. كاين واحد الشخص اللي سرقني حتى وانا سمحتلو ماشي مشكل، ولكني ملي صرتلو ميساج قال لي نجيب لك مافيا من هولندا. خصك تجيب لي مافيا هاد الليلة نعطيها لك ليلك خصيصا. شوف هاد المافيا ديالك دابا في ديك الطريق ما كتعرف لا هدا ولا هدا. حقي قتلني يا سيدي، سالينا من كلشي. دورت عليه البيران اونفيرس كامل حتى شبرتو، لقيتو كيقمر في الماكين. جيت له مورا، هو ما نواهاش، هو صحابلو يسرد لي ديك الميساج، واحد ما يمشي يتخبى في الدار يشد عليه الباب. معرفش بأن ديك الهضرة بقات لي كدور في العقل، دور. وقلت هاد الليلة نعطيهالو لهاد الشخص هذا اللي قال نجيب لك مافيا من هولندا. والله الا جبدتو وما نواهاش. صحابلو سرد لي ديك الميساج، واحد ما يمشي يتخبى يعمل عليه 10 بالطانية. ما فكرش بأن كل واحد بالعقل ديالو. حتى لقاني مورا، قلتلو فاين مافيا د هولندا. دابا من غنبداو لك؟ بدا كيجاوب بدا كيبكي. لقيت الشخص السيد بشافية، قمار، منفاح، واحد الحالة لا يرثى لها. في الآخر قلتلو الله يسامح. قلتلو ملي شفتو أنا بديك الحالة صافي ما عندي ما نعمل. عرف بأن ديك الشي باع ومشى، قمر بيه ونفاح، النص نفحو والنص باعو. ما كنعرفو وين ولد بلاد، مقدرش يتعامل مع شي. ولكن كاينين ناس آخرين يعمل ليهم عيدة والله العظيم ما يعقلو عليه. شحال من واحد عطاولو السلعة ومشاو نفاحها وقمرها، والله إلا بدا قتل. علاش أنا ملي جا لعندي قلتلو شوف الناس كيعطيو لي السلعة، تا ولد بلاد غنعطيلك، ولكن رجعلي غير راس المال البشري ديالك. الربح بصحتك، غنبقى ماشي معاك عيدة. علاش داكشي ما كيتمشاش فوا. قلتلو أنا نوقف معاك نعطيلك، ولكن ماشي بيع. انت عندك كلية، بلجيكا كبيرة،
دبر على راسك، جيب لي انا غير راس المال باش شريتيها، ما ندي معاك لا ربح لا والو. ومن تما غتبقى تكبر، ديك الربح خبعو، المهم ماشي اليوم ديتي 200 غدا دير 300 غدا دير 400 توصل انت الكيلو 2 كيلو، المهم راك ماشي. هو ضرب ديك الضربة طفى عليا التليفون، صونيت عليه واحد الليلة قال لي نجيب لك المافيا، قال لي نقول لهم راه كتبيع، شوف سردوه لعندي الدراري بوركراو، قالوا له محمد كدا خدام كدا، جا لعندي واحد الصباح في القهوة دابا انا كنفطر، لقيتو في الباب، لا سلامتك لاباس مليح، قال لي راه سردوه عندك شي دراري، قالوا المهم كيبيع انت، لا هو اللي غتوقف معايا انايا في هاد بلجيكا، هو قديم عليا في بلجيكا وانا ما عارفش شني خدام. قلتلو المهم انا نعملها معاك، قلتلو انا نعطيك السلعة بيع عطيلي، في الاخر كيقول لي مافيا. مي شبرتو في ديك البار بالليل، لقيت السيد مشى، كاين لا مافيا لا سلعة لا فلوس لا والو. وقلتلو الله يسامحك، قلتلو السكة ديالي وما تقربش لعندنا من هنا الفوق. وكاين الناس ياخرين والله ما يخليوها فيه تيقتلوه، شحال بواحد راه كنعرف الناس تقتلو في هولندا على 50 غرام د كوكايين باش ما يغلطش، 50 غرام جاو يسرقوه في النواحي امستردام، جاو تفردي تيرا على 2 الناس، 50 غرام خلاهم تما مشى بحالو. كاينين الناس اللي جاو سرقو الناس على 50 غرام وقتلوهم عاوتاني، باش بنادم ما يتغلطش هاد السيسة في عالم العصابات اللي كاين فوق. النهاية د هاد الزعماء السجن، واللي باغي نوصل لكم انا، بنادم ما يتغرش من طرف هاد النوع د الناس هادو. التجارة المخدرات راه كاينة، ومكاين شكون اللي يوقفها، ملي كيحصل واحد كيمشي للسجن كيخرجو 10 بجهة أخرى، باش ما يقولوش محمد بأن كيسجع الناس. أنا عمري سجعت شي واحد، ما كنسجعش على هاد الطريق، ودايما كنقولكم نتمناو لهداية الجميع باش بنادم يفهمها مزيانة. وكنعاودو هاد النوع د القصص خصيصا للناس اللي كاينين حاليا بداهم سبانيا وطلع كلشي كيفتش على هاد الطريق باش فيها الربح. ناس باغي يسوقي راسو باش بنادم ما يكبرش القضية كبيرة، كل واحد خصو يدبر على راسو، ولكني ما خصكش تطيح في هاد النوع الأغلاط اللي كنعاود ليكم انا. مثلا أنا كنت في أومبيرس، عرفتي شحال من الناس اللي كيقولوا يلا دخل معنا، ما قدرتش ندخل معاهم، ماشي ما قدرتش، علاش ندخل معاك انت شكون انت في مولك الله، وانت تولي عليا زعيم انا نتمشى بالاوامر ديالي، ما كايناش هادي، داكشي انا نعملو لراسي، انا خليني غير الموطا، انت مشي لكولومبيا سيدي. وقع لي مشكل في البار ديال يحيى مع واحد الشخص كبير في هولندا، وجبدتو في القصص ديالي، وما كنخافو حتى من شي واحد من القصص كنعاود ليهم باش الناس يستافدو. وقع لي مشكل معاه، قال لي مافيا مات مافيا، قلتلو انا معاك هنا في هاد البار حتى تطلع ديك المافيا ديك من هولندا، تشوفو فين غنوصلو، انت بغيتي تفران عليا وانا حقي غنموت عليه هنا. في الاخر الهضرة كتجبد الهضرة، صدق الشفار، ومافيا كبير في هولندا هذا كيضربو بيه المثل. انا كنعرف الشخص بلي تيحطلو في ديك الشخص، قلتلو راه داكشي اللي عملتي نتا حنايا زمان، ملي تيحطلو في ديك زمان جبدلو واحد السمية قاربلو الريزو، قلتلو نتا اللي كان كيفتش عليك يذبح لك في هولندا. بدا كيدرع فيا، ماشي انا ما سرقتشي، السلعة تشبرات كدا، هو من البواده ديك الطريقة كيقولولهم السلعة تشبرات، هو كيعمل مشاريع في هولندا، وصدق من أخطر زعماء العصابات هما كل مافيا ومعروف. هي كيقول لي يلا تخدم معايا، ماشي نخدم معاك انت غير شفر الأصل ديالك، أصل شفار، ماشي أنا بحالي أنا دخل خدام كنبيع شري بيع لي نشري نمشي نبيع، ندبر محايني ناكلها ولا نشربها ولا المهم نحرقها، المهم نتا رزقك ديتي أنا ديت ليه كنساه نمشي عندي كيفاش كنعمل ليه.
وما كتحرافليش. أنا باش نمشي نسرق ولا نخدم معاك تسيطر عليا انت، تمشيني انت بحال التليكوماند، لا. اش هادو اللي كيمشيو بالتليكوماند راه النص الكبير راه في السجون مؤبدات. الزعماء كانوا هربانين، نتوما عارفين، رضوان، واحد مجموعة الزعماء اللي كاينين في مكرم مافيا اللي مشاو معاهم الناس مؤبدات. حسين بن عواف وجبد معاهم كريم، راه كاين ناس مع كريم سكارفيس تا هما مؤبدات. باش ما نطولوش على القصة نخليوها غير هنا، لحقاش الهضرة كتجبد الهضرة. مي كندخل في هاد النوع الحروب ضد العصابات كنبغي نوقف ديك القصة غير في ديك ولكن مستحيل. مي كتكون عندك واحد التجربة وعيشتي واحد الطريقة العصابة ما تقدرش تحبس ديك القصة فواحد. هضرنا على قصة الحرب العصابة، شوف ندخل في القصة ديالي جبت واحد المجموعة لحقاش عارف ديك الطريق وكنعرفها ونتمناو ليديا الجميع باش بنادم ما يتغارش يمشي ضحية لهاد النوع د الناس هادو. راه كيقولكم 60 جريمة قتل، خصيصا في السويد على هاد البحر، ماشي أباطرة كبيرة هادو، غير في السويد محليين. كيقولو هولندا كيجيب 10 كيلو الهيروين 15 كيلو د كوكايين كيطلعها للسويد. عندو الناس ديالو اللي تابعينلو في العصابات، هدا 5 هدا 3 هدا 2، عندي قدة تما د الفلوس، كل سيمانة حطلي قدة تما. العصابة يقرا هيداك، العصابة يقرا هيداك، وبداو مع بعضياتهم مقرطس. لا أنا اللي خصني نبيع فونبيرس مكاينش هادشي. أنا ملي كنشوف بحال هاد النوع د الحروب د العصابات كيعجبلي يجي الحال. فونبيرس والله العظيم الا كل واحد شابر السيكتور ديالو، السكات في العشية كنتلاقاو في أندرسترات، اللي كيقولك يلا نضربو الحوت، اللي كيقولك هادي، اللي كيقولك واش عندك السلعة زايدة راه ناقصة عندي بيع لي كدا، ولا سلف لي، كيسلفو حتى في السلعة صاحبي. خلي لي حتى تدخل لي انا السلعة ديالو ونعطيها لك ولا نخلصك فيها. اقسم بالله لا عشت انا هاد التجربة هادي خصيصا في أندرسترات، حتى لتسعود اللي كنتلاقاو تما. شحال من مرة كنخرج انا بكيلاوات نقهوة، مثلا الناس وليت عليه في العشية وصلو راه السلعة تسالات لي، المهم خليها عندك شي أمان هكدا أنا ماشي. كيجي للقهوة كيشرب قهوة كيمكن لي كيلو كنخشي هنايا غير في نص كيلو الهيروين كيلو كنديه للدار كنعدلو باش غدا نخرجو. ما عطيتلو لا فلوس لا والو، غير سلفوه لي ولا عطاه لي باش تدخل لي السلعة نرجعلو عاود ولا نخلصو إلا هو الفلوس. ما عندناش مشكل ديكشي والله العظيم. خليو هاد القصة هنايا، تحياتي ليكم وشكرا بزاف.